مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هشارك معاكم بقى عزومه سمك بسيطه كده، ان شاء الله هتبقى على قد الايد، مش هتكلفنا كتير. فتابعوا معايا الفيديو كده ان شاء الله عشان نشوف عملنا العزومه ديت ازاي وكلفتنا قد ايه. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول ونحط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونشوف مع بعض عملنا ايه. بصوا، مبدئيا انا نزلت يعني حضرت بقى الحاجه بتاعتي ونزلت جبت السمك وحضرت بقى التتبيله اللي انا هعملها للسمك. انا جبت 3 كيلو سمك. السمك دوت بولتي. انا بحب اعمل السمك جدا في الفرن. بصراحة بيكون خفيف، يعني انا بحبش القلي بقى ولا الشوي ولا الكلام ده، بيكون خفيف كده وبيبقى حلو جدا. ده سمك بولتي زي ما قلت لكم كده، كان حجمه يعني ايه وسط. الكيلو كان عامل معايا 77 جنيه. فجبت 3 كيلو وخليته ينضفوا ويفتحوا كده من الظهر علشان ايه هحشيه. ويعني بصراحه كان نظيف وما فيهوش اي حاجه، يا دوبك شطفته بس كده وعصرت عليه كده ليمونه. وهو كان نظيف ما فيهوش اي حاجه وكان زي الفل. فحطيته كده يعني شطفته وحطيته كده على مصفى. يعني انا بسيب الراس، يعني لو حابين تشيلوها براحتكم خالص شيلوها يعني. تمام. فشطفته شطفه بسيطه كده وحطيته على مصفى يتصفى خالص من الميه على ما اعمل بقى الايه التتبيله بتاعه السمك. جبت عندي هنا الكبه وحضرت بقى الخضار، غسلته كله بس عشان ايه ما ضيعش وقتكم كده والفيديو ما يطولش عليكم. جبت بصلتين عشان الكميه برضو كبيره شويه. فجبت هنا كده ايه بصلتين. هقطعهم بس كده 4 تربع علشان بس ايه يبقوا يتفرموا معايا كويس في الكبه. عندي هنا فلفل رومي وفلفل حار. آه، يعني بصوا، انا مش هحط الاتنين لان حسيت ان هو هيبقى حراق بزياده. فحطيت قرن فلفل واحد بس، والفلفل الرومي دوت زي ما قلت لكم. والثوم. بصوا التتبيله مفيش اسهل منها، بسيطه جدا، وعلى فكره الاكله دي مش تاخد معاكم وقت خالص. ده توم انا كنت مفرزاه بصراحه، طلعته كنت فرمه معاه فلفل، فكسلت ان انا افصص توم تاني بصراحه، فلقيته في الفريزر فقمت مطلعاه. وطبعا ايه غسلت ليمون وقطعته كده نصين وقلت هينفعني ايه حتى لو مش هستخدم الكميه كلها، انا لسه هعمل سلطه والطحينه والكلام دوت. فهعصر بس كده ليمونتين على الخلطه دي. عايزه اقول لكم ممكن تبداوا في تجهيز السمك دوت من الساعه 4:30 5 كده، مش هياخد معاكم وقت خالص. انتوا عارفين السمك اصلا مش بياخد وقت في التسويه. ويعني بصوا عزومه سهله وبسيطه ومش ما فيهاش اي مجهود، يا دوبك السلطات وشويه الرز اللي انت هتعمليهم وبس كده. حابه ان انت تزودي بقى حاجه، جمبري بقى، شوربه سي فود، اي حاجه من الحاجات دي براحتك خالص. بس انا زي ما قلت لكم لقيتها ان هي يعني بسيطه كده وسهله ومش مكلفه كتير، فحبيت ان انا اشارك معاكم بقى الفيديو للناس اللي هي عايزه تعمل عزومه تبقى شكلها حلو كده وتشرف، وفي نفس الوقت كده ايه ما تبقاش مكلفه. لان احنا إيه يعني خلاص اهو داخلين على العيد والكلام دوت. ف يعني عايزين نعزمه وفي نفس الوقت ايه بتبقى الظروف مش سامحه قوي يعني ان احنا نجيب حاجات كتير. المهم انا ضربت كل الخضار في الكبه زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم كانت ريحته تحفه، كانت ريحته حلوه جدا. كنت كمان مقطعه طماطم وطبعا ربطه شبت وكزبره. وكان عندي في الفريزر برضو جزر مبشور، انا بحب الجزر المبشور جدا في التتبيله بتاعه السمك. وعندي هنا البهارات دي يعني معلقه نص معلقه من بهارات السمك وملح وكمون وكزبره. انا مش بحط اكتر من كده. تمام. هقلب بقى كل التتبيله الجميله دي كلها كده مع بعض. عايزه اقول لكم انا حطيت شويه خل في الكبه برضو، مش عارفه انا قلتها ولا لا. المهم انا جبت عندي السجانه اهيت، السجات دي عشان بس تاخد معايا يعني الكميه. وحطيت ورق فويل وابتديت افرد عليها بقى السمك عندي. وحطيت التتبيله. عايزه اقول لكم ان انا فتحت السمك برضو من بره، بس لو مش حابين تفتحوه كده تعملوا له شقوق بالسكينه عشان التتبيله تبقى توصل برضو لبره، براحتكم ما تعملوش، هو هيشرب التتبيله وهيبقى حلو جدا. حطيت بقى ايه زي ما انتم شايفين اهو في 3 سجان، كل صاج فيه سمكتين، وفي صاج فيه 3. تمام. حطيت على الوش اهوت شويه زيت عشان لما احطه بس تحت الشوايه يديني لون حلو.
بحط ال3 سجان كده في الفرن، وببدلهم اللي تحت كده في الارضيه، بسيبه كده 10 دقايق كده ولا حاجه. اول ما احس ان السمك خلاص استوى بطلعه فوق على الشبكه ياخد لون من فوق، وبنزل صاج كده تحت لحد ما يستوي. على ما السمك يستوي بقى في الفرن وياخد اللون من فوق، هنجهز بقى السلطات. بصوا انا قطعت بقى ايه، الخضار عندي للسلطه الخضراء اهي، زي ما انتم شايفين. كل الخضار اللي انتوا عايزين يعني تحطوه حطوه. كابوتش بقى، خيار، طماطم، بصل، خضرة اللي انتوا حابينه، جزر برضو مبشور. عملت بقى التتبيلة بتاعتها ديت، شوية خل، شوية ليمون، ملح وكمون وكزبرة وشوية شطة. وهضيفها بقى على الخضار، بس يعني ايه، قبل التقديم ب10 دقايق ربع ساعة كده، علشان الخضار عندي ما يتبلش. كنت عاملة سلطة الطحينة، بس ده كان من قبلها. الطحينة دي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو، حطيتها في الدرق بتاع الهاند بلندر وضربتهم، بجد هتديكي نتيجة حلوة جدا جدا. آم، حطيت نعمل بقى الرز الصيادية. جبت حلة عندي، حطيت فيها كمية كده من حلوة من الزيت، وعندي البصل برضو كده ايه كنت فرماه. بصوا الموضوع ما خدش مني وقت خالص يعني. عايزه اقول لكم يعني ساعه ونص، ساعتين بالكتير، وتكوني مخلصه كل الاكل بتاعك وبيبقى زي الفل. حطيت عندي كميه من البصل اهو، ابتدي اشوح فيها كويس جدا على النار لحد ما تاخد لون. هوريهولكم بقى دلوقتي. بصوا السلطه الطحينه كانت جاهزه، مش عايزه اي حاجه خالص. فضيتها كده في طبقين، ابتديت بظهر المعلقه كده ان انا ايه، اعمل لها كده زي يعني شكل كده. وحطيت شويه كده من الشطة، وبالشوكة كده قعدت اعمل شكل كده كأنها يعني ايه، يعني جاية من مطعم بقى وكده. بص انا للأسف الكاميرا عندي بتفصل اول ما يعني بصور جنب النار، فيعني للأسف كنت عايزة اوريكم لون البصلة. انا يعني حمرتها، وبعدين حطيت المية، وحطيت ملح وكمون وشوية من القرفة، تمام. وحطيت الرز وخلاص كده، وسبته لحد ما يستوي. جهزت بقى السلطات عندي، وكنت جايبه شيبسي، وادي اهو سلطه الطحينه والشيبسي والسلطه الخضراء. وكان خلاص المغرب يعني، كان القرآن بيقول. عملت بقى الخشاف، حطيته في الكاسات، والسمك كان جاهز عندي. حطيت بقى السمك في الاطباق بتاعه السمك دي، وغرفت بقى الرز. طبعا انا رخامه عندي صغيره، فيعني صورت لكم كده ايه يعني حاجات بسيطة، بس كان طبعا الاطباق اكتر من كده. وكانت اللهم بارك جميلة جدا وحلوة قوي. وزي ما قلت لكم يعني السمك انا جايباه ب 250 255 جنيه بالظبط. وشوية السلطات والحاجات دي مش هتكمل معاكي، يعني السلطات دي 50 جنيه ولا حاجة، يعني كله على بعضه 300 جنيه. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا خدتوا كده منه افكار. واشوفكم على خير ان شاء الله. ومتنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.